في الفيديو تصريح خطير من الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز بعد خسارة المنتخب المغربي الأولمبي أمام أوكرانيا، ويكشف المستور داخل الفار ويعتذر للمغرب بسبب هذه اللقطة. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت محب وداعم للمنتخب المغربي فارجى الضغط على زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بعد أن شهدت مباراة المنتخب المغربي الأولمبي مع أوكرانيا فضيحة تحكيمية مكتملة الأركان من جانب حكام الفار والحكم الهندوراسي، فقد دخل على الخط الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز، وقال: لقد تعرض المنتخب المغربي لظلم شديد أمام منتخب أوكرانيا، فأنا شاهدت بعيني أن المنتخب المغربي لديه 3 ركلات جزاء، وأن هدف الفوز لمنتخب أوكرانيا تسلل واضح على المهاجم الأوكراني، واندهشت من حكام الفار أنهم فعلوا كل هذه الأخطاء الكارثية في مباراة واحدة وأنهم لم ينبهوني. فأنا نبهت حكام الفار بهذه الأخطاء، وفي كل مرة كانوا يقولون لي: لا دخل لك في ذلك، فأنا حكم الساحة والمسؤول لنداءات الفار، وكلها جميعا ضد المنتخب المغربي، فحكام الفار متورطون في هذه المباراة ضد المغرب. فالمنتخب المغربي كان سيفوز ب3 أهداف لولا هذه الأخطاء التحكيمية، ولهذا أنا أتقدم باعتذار لمنتخب المغرب. إذا صدر مني خطأ غير مقصود فالمسؤولية تتحملها غرفة الفار.